ده مسجد السيد البدوي. وطبعا لو انت بتروحي تزوريه كزيارة عادية ده عادي، اما تروحي تزوريه وتقعدي تدعي والكلام ده حرام وبدعة. فالأحسن ان انت لو عاوزة تروحي تزوري المكان تروحي تزوري المكان عادي، مفيش اي مشكلة. اما تروحي اللي انت تدعي وتقولي مش الحاجات اللي هما بيقولها دي، فده بدعة وحرام. فاللي احنا نروح مثلا نشوف المكان ونصلي، مثلا لو في صلاة بنصليها عادي في مكان لوحده بعيد عن الحاجات التانية ديت. لو مثلا جه عليك الظهر او العصر بتصليه عادي. ف ويستحسن يعني ان انت ما تصليش في المكان ده، عشان فيه الاماكن دي وكده، اللي هو الامام، الحاجات دي. اه. وده بقى كل واحد في مقامه، في كل غرفة كده. هو جميل جدا. وانا ان شاء الله، ده طبعا الفيديو مش انا اللي مصوراه، فانا لو رحت ان شاء الله اصور لكم كل حاجة بالتفصيل. بس ان شاء الله لو ربنا امر يعني ورحنا، فاصور لكم كل حاجة بالتفصيل واوريكم اكتر، لان الفيديو ده صغير فانتوا مش هتشوفوا حاجة. واكيد في ناس منكم بتروح المكان دوت، والمكان ده حلو يعني. ده في طنطا، مسجد السيد البدوي في طنطا. الجماعة هما اللي كانوا مصورين وكده، فعشان كده التصوير مش التصوير طلع صغير، مش بالتفصيل الممل يعني زي ما انا بصور وكده. طبعا وصل هنا معانا، ما ننساش يصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هو ليس سيد من عفوا، هل هو سيد بمعنى أنه سيد، أم أنهم يقولون سيد لأنه منسوب إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرف عنه كبير شيء كعالم من العلماء الموثوقين أو كعابد من العباد الصالحين المجتهدين، لكن الذي يحدث الآن عند قبره ضلال مبين لا يشك في هذا. المرأة تنزل النذرة وتذهب إلى السيد البدوي كي يشفي لها الولد، أو كي ينجح الولد في الامتحان، أو كي يزيل عنها الكرب، أو كي يفك عنها السحر. كل هذا ضلال، كل هذا ضلال. بارك الله فيكم. ومن الطريف الذي يذكره بعضهم في هذا الصدد أن واحدا ذهب إلى قبر الحسين في القاهرة، ولا ندري الحسين قتل في العراق، ما الذي أتى به إلى القاهرة، ووقف يعطي الحاجب شيئا، قل يعطيه مالا حتى يجعل الحسين يقضي له الطلب. قل له في حالة ولادة متعسرة الحسين يعني خليه يخلص الدور، أعطاه مبلغا. ففي أخذ المبلغ ووضعه في جيب. جاء آخر الولد يمتحن في الثانوية، خذ، ويعطيه مبلغ كي يسهل له الأمر بزعمه، كله ضلال. قال هناك حالة ولادة متعسرة بس يخلصها وينتهي، ويجي عياذا بالله من الجهل والغباء، عياذا بالله من الجهل والغباء. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يمسسك بخير فعلى كل شيء قدير.